الكتاب اللي انا هتكلم عنه النهارده ما عملش حاجه الفتره اللي فاتت على القناه عندي غير ان هو اثار الجدل. كل ما انزل اقتباس او اتكلم عنه كده شويه في المنتدى الاقي الناس تقعد تقول لي الكتاب ده بيرشدنا لتطلعات الغرب وطباعه وده منافي لعاداتنا وتقاليدنا وما ينفعش معانا وما تركزيش مع الكتاب ده والكتاب ده ما يناسبش، ما تقرايش للكاتب ده. سنجينا للحق انا برشح برضو اعمال الكاتب ده وبرضو هعمل لكم مراجعه عنه، فيلا نتكلم عن كتاب النهارده. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنساش انك تعمل لي لايك واشتراك وكمان تسيب لي كومنت عشان ده بيفرق جدا وبيثبت لي وجودك، وابقى مبسوطه كمان لما بقرا كومنتاتكم. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. كتابنا النهارده هو الخروج عن النص من جديد، وركزوا معايا قوي قوي في كلمه من جديد دي، لانه بالنسبه للناس هو الجزء الثاني من العمل ده، لانه في طبعه اولى منه من الخروج عن النص ويعتبر هو الجزء الاول. الكتاب ده لو انت جايب منه الجزء الاول فما انصحكش انك تجيب الجزء الثاني منه، وهقول لك ليه. انت مش جايب الجزء الاولاني منه فانصحك تجيب الجزء الثاني على طول وما تجيبش الجزء الاولاني، وبرده هقول لك ليه. الخروج عن النص من جديد للكاتب الدكتور محمد طه. دكتور محمد طه هو دكتور نفسي، ده غير انه استاذ الطب النفسي في جامعة المنيا. صدر الدكتور محمد طه قبل كده 4 أعمال. أول عمل كان الخروج عن النص الجزء الأولاني من ده، وعلاقات خطرة، ولأ بطعم الفلامنكو، وآخر حاجة كانت ذكر شرقي منقرض. بعد كده كان الخروج عن النص من جديد. في البداية أحب أكلمكم عن الخروج عن النص الجزء الأولاني. الجزء الأولاني هو كان عبارة عن 17 فصل، والدكتور محمد طه كان بيحاول في أول 17 فصل إنه يعرفك على حدودك النفسية، وإزاي لما تتعامل مع الناس ما تخليش حد يتخطى الحدود النفسية بتاعتك دي ويأذيك، وده من خلال شرحه لمواقف وتفاصيل كتيرة جدا يمكن انت عارفها ويمكن انت نسيها او يمكن محتاج حد يفكرك بيها كمان. غير انه هو بيكلمك عن الشخصيات وعن العلاقات بس بشكل مختصر شوية، انه عمل فعليا كتاب اسمه علاقات خطرة بيكلمك فيه عن الشخصيات وعن تفاصيل العلاقات بشكل أدق. وده يعتبر الجزء الأولاني من الخروج عن النص اللي هم زي ما قلتلكوا 17 فصل. أما بقى بالنسبة عن الخروج عن النص الجزء الثاني أو الخروج عن النص من جديد، فالكاتب الدكتور محمد طه قرر إن هو يزود على 17 فصل 12 فصل، وأيوة بالظبط زي ما هو موضح لنا على الغلاف ان هو في 12 فصل من جديد. ليه لما تقرر تشتري خروج عن النص تشتري على طول الجزء الثاني لو انت مش مشتري الجزء الاولاني؟ لان باختصار الجزء الثاني هو شامل الجزء الاولاني اللي هو 17 فصل وشامل الجزء الثاني اللي هم 12 فصل. ومن وجهة نظري ومن وجهة نظر كتير من القراء ان الجزء الاولاني كان شامل اكتر مواضيع بشكل ادق وبتفاصيل اكتر، لكن بالنسبة للجزء الثاني لو انت شخص اصلا معاك الخروج عن النص الجزء الاولاني فما اظنش ان احنا هندفع المبلغ اللي بيدفع في الكتاب ده في الجزء الثاني وعدد فصوله اقل ومش بالدقة بتاعة الجزء الأولاني. كلامي ده مش معناه إن أنا ما برشحش كتب دكتور محمد طه، لأن اللي يعرفني عارف دايما إن أنا برشح كتب دكتور محمد طه لأي حد حابب يبتدي القراية، لأن ببساطة دكتور محمد طه بيتميز إن كتابته سهلة وبسيطة، وبيقدر كده يعمل مزيج من اللغة العربية وما بين اللغة العامية. هو بمعنى أصح أعماله كلها تتناسب مع أي كان القارئ، سواء كنت قارئ مبتدئ أو كنت قارئ بقالك مدة، لأنه شرحه للتفاصيل بشكل مبسط وباللغة العربية سواء كانت فصحى أو عامية برضو بتكون مبسطة. بالإضافة أن تواجد دكتور محمد طه على السوشيال ميديا بشكل مستمر وطرحه للأسئلة دايما على صفحاته بيخليه دايما يطرح لنا هنا مواقف بشكل بسيط وسلس تخليك تفهم المواضيع بشكل أكبر. طيب يا مريم، برضو ما قلتلناش الخروج عن النص من جديد ال 12 فصل بيتكلموا عن ايه؟ ال 12 فصل هما بعنوان العودة إلى الحياة، وده بعد ما اطمنت على حدودك في الجزء الأولاني وبعد ما فهمت تفاصيل كتيرة جدا عن نفسك وعرفت تفاصيل كتيرة عن العلاقات وعن التعامل مع الناس وعن كل حاجة في شخصيتك. في الجزء الثاني الكاتب بيعرفك إنك بتعود من تاني للحياة، فمن خلال عودتك دي للحياة فهو بيبدأ يطرح عليك تفاصيل ومواضيع انت محتاج تتكلم عنها مع نفسك، زي قرار عدم الزواج أو فكرة الانتحار اللي بتيجي على بال بعض الأشخاص من وقت للتاني ويمكن بتكون عندهم من بدري جدا. ده غير بعض المشاعر زي الخوف من الهجر واحتياجاتنا اللي أحيانا بتوصلنا إن احنا نبهدل نفسنا، واختياراتنا اللي أحيانا بتكون ملهاش معنى ومش مناسبانا.
كتب دكتور محمد طه من أمتع الكتب اللي انت تقرأها وتستفاد منها على مدار حياتك. بعض الناس بتحس ان كتب دكتور محمد طه هي عبارة عن أفكار اكتسبها من الغرب، لكن من وجهة نظري دكتور محمد طه الأعمال بتاعته بتتكلم من وجهته كطبيب نفسي. فكرة انك تقرأ كتاب لدكتور نفسي يكلمك عن تفاصيل كتير انت بتبقى محتاج تسمعها فعليا في حياتك عشان تبدأ تنظم حياتك، ده مهم جدا، لان اغلبنا مش بيبقى متاح ليه ان هو يروح لدكتور نفسي، لان بعض المجتمعات بتحس ان فكرة انك تروح لدكتور نفسي ده عار، مع اني ضد الرأي ده نهائي. بس من خلال قراءتك لأعمال دكتور محمد طه هتبدأ تاخد بالك من تفاصيل كتير انت محتاج تاخد بالك عليها في حياتك الشخصية. العمل من إصدار دار الشروق، سواء انت كنت قارئ مبتدئ او قارئ بقالك مدة فانا برشح لك العمل ده. بس لو انت قارئ مبتدئ فانا برشح ان اللي يبدأ يقراه يكون من اول 20 سنة، لكن لو انت قارئ بقالك مدة فمفيش مشكلة نبدأ نقرأ الكتاب ده لو انت لسه سنك 18 سنة فيما فوق، لكن تحت ال 18 سنة هبقى برشح لك اعمال تانية. كده نبقى خلصنا مراجعتنا النهاردة عن كتاب الخروج عن النص، واشوفكم في مراجعة عمل جديد.